تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس من أجل إرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة ساكنة قطاع غزة، وصلت صباح أمس 3 طائرات عسكرية مغربية تحمل الدفعة الأولى من المساعدات المغربية الإنسانية والطبية العاجلة الموجهة إلى الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة. وتوجهت الشاحنات المحملة بالمساعدات المغربية إلى معبر كرم أبو سالم، حيث ستتخذ مسارا خاصا بشكل تستفيد فيه ساكنة قطاع غزة بكيفية مباشرة وسريعة. هذه المساعدة الإنسانية المغربية يبلغ حجمها نحو 180 طنا، تتكون من مواد غذائية أساسية ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال وكذا أدوية